تخيل لو انت في يوم ماشي في الشارع ولقيت جهاز صغير ذكي جدا، كل ما تكلمه بيعرف يرد عليك بأي إجابة انت محتاجها، ومع الاستخدام عرفت أنسب وأحسن طريقة تخليه يرد عليك بأفضل شكل ممكن. بس المشكلة انك لو محتاج توصل لهدف معين بتحتاج ان انت تكرر عليه التعليمات اللي اديتها له. مثلا لو بنيت موقع او نظام وحابب ان انت ترفعه بس تتأكد انه مفيهوش اي ثغرات وان مفيش اي بيانات حساسة هتترفع على السيرفر، فانت محتاج تديله التعليمات من الاول خالص كل مرة. نفس الكلام لو بتعمل صورة مصغرة او بتعمل تقرير بشكل معين كل فترة او بتعمل برزنتيشن او اي هدف بتروح مع الاي اي بتحاول ان انت توصل له بتعمله بشكل مكرر. اللي احنا قلناه ده باختصار هو فكره السكيلز هي المرحله اللي بعد البرومبت انجينيرنج، وفي اخر الفيديو هقول لك على المرحله اللي بعد السكيلز اللي بتاخد تعاملك مع الاي اي لمستوى تاني خالص. بس حتى المرحله دي علشان توصل لها انت لازم تكون فاهم فكره السكيلز بشكل كويس. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه هي السكيلز وازاي بتتبني، وهنبني مع بعض سكيل بشكل فعلي، وهقول لك على سكيلز انا عملتها ووفرت عليا وقت ومجهود وفلوس بشكل رهيب. يمكن انت كمان تفتح لك افكار زيها وتغير طريقتك واسلوب تعاملك مع الاي اي وتساعدك انك تحقق قيمه كبيره بشكل فعلي من الاي اي. فيلا بينا نبدا باول حاجه ونفهم مع بعض ايه هي فكره السكيلز. طيب ببساطه لما انت بتكتب برومبت انت بتدي للاي اي تعليمات مؤقته. لو انت عندك هدف معين حابب ان انت توصل له انت بتروح تدي للاي اي برومبتس مختلفه، وكل مره بتستنى النتيجه اللي بتطلع من الاي اي وتعدل عليها الاول، تقيمها وتعدل عليها، وبتدخل في لوب مع الاي اي لحد ما في الاخر توصل للهدف اللي انت عايز توصل له، الهدف النهائي. اعتبر ان ده كاس، بس انا يعني رسم وحش، فاعتبر ان ده كاس. فدي الفكره بكل بساطه، ان انت بيبقى فيه هدف معين عايز توصل له بالاي اي، فتروح تديله برومبت يطلع لك نتيجه تقيمها، وتديله تعديلات يطلع لك نتيجه تقيمها وتديله تعديلات، وبعد كده تقيم كل الكلام ده. ولما بتيجي تعمل العمليه دي مره تانية بتروح تدخل في نفس الدايره. السكيل بتعالج المشكله دي. يعني ايه سكيل ببساطه؟ السكيل ان انت تعلمه الخطوات مره واحده بس ويكررها كل ما تطلب. يعني تعمل الحاجه او تعلم الجهاز الذكي العبقري اللي انت لقيته ده، تعلمه ازاي يعمل الحاجه. اعتبر ان هو ما بيعرفش يعملها، تعلمه اسلوبك في تصميم الصور المصغره، تعلمه اسلوبك في الطريقه اللي انت بتعمل بيها الفيديوهات، تعلمه اسلوبك في ان انت ازاي بتبني مواقع ويب مميزه ومختلفه مش باينه ان هي بالاي اي، والا النهارده احنا عندنا مواقع كتيره جدا جدا بقت باينه ان هي معموله بالاي اي. الموضوع بكل بساطه هو بيكون عباره عن خطوات ثابته بتوصلك لهدف معين. ده لب موضوع فكره السكيلز. خلينا ناخد مثال هنا بطبق الكشري. طبق الكشري هو مكونات معينه، مكرونه، الرز والفراخ والكلام ده كله، ففي الاخر بيدونا طبق كشري. بس الهدف ان هي مكونات معينه، يعني انت بيبقى عندك مجموعه من المكونات بتقدر في الاخر انت توصل بيها لخلطه معينه. نماذج للكلام ده، لو انت بتعمل صوره مصغره زي الصور المصغره اللي انا بعملها للقناه دي، الصور دايما بنفس الستايل بنفس الالوان بنفس الهويه بتستخدم فيها نفس الاسلوب، فدي خطوات معينه بتوصلك لنتيجه معينه. لو انت بتبني كود او موقع، الاكواد او المواقع بيكون ليها نمط ثابت، والنهارده اللي بيميز شخص عن التاني في بناء الانظمه والمواقع هي الاسلوب اللي بيستخدم بيه الاي اي علشان يطلع مخرج مختلف. المواقع النهارده تصميمها كله شبه بعض. بالنسبه لي لو رحنا لسنتاكس اكاديمي هتلاقي ان التصميم اللي انا رحت له هو اسلوب تصميم مختلف ومميز، فده انا رحت فيه مع الاي اي لحد ما بنينا اسلوب معين اقرب لفكره السكيل، اسلوب معين للتصميم يخليني مختلف ومميز عن غيري، ويخلي الناس لما تشوف الهويه بتاعتنا تبقى عارفانا. فدي الفكره من المواقع. كمان الفيديوهات، وهوريكم فيديوهات انا عملتها بكلود، هوريكم ازاي بنحافظ على نمط معين في التصميم باستخدام سكيل بجنريت بيها الفيديوهات. السكيل دي انا عملتها بقدر من خلال كلود ان هو يعمل لي فيديوهات، والفيديوهات دايما لازم يكون ليها نمط ثابت ومحدد. نفس الكلام لو انت عندك بيزنس معين بتطلع له تقرير كل اسبوع، او اي خطوه ان انت بتاخد ملفات كل فتره بتاخد حاجه معينه وتروح بيها لكلود او شات جي بي تي او كيمي او اي اي تول، وتروح تبقى عايز تطلع منها بنتيجه معينه، فانت بتمشي على خطوات معينه لحد ما توصل للنتيجه دي. دي فكره السكيل بكل بساطه. السكيل هو عباره عن فولدر عادي جدا جواه ملف اسمه سكيل دوت ام دي، او يعني ممكن ان في ناس بتغير مسميات شويه، بس المهم بالنسبه لي وهي افضل تسميه ليه بالمناسبه هي سكيل دوت ام دي. وهتلاقي ان كلود ليهم اسلوب في التسميه، هتلاقي ان كودكس او شات جي بي تي ليهم اسلوب في التسميه، بس المهم في الملف ده، ملف السكيل، ان انت تديله اسم واضح. يعني هنا انا عامل سكيل لكورس اي اي فور بيلدرز، السكيل دي هي سكيورتي، بتعمل سكيورتي ريفيو، فالاسم هنا واضح. لازم كلود لما يقع في مشكله معينه
او هو عايز يعمل مهمه معينه، لو دور في السكيلز يفهم السكيل من اسمها ومن الديسكريبشن بتاعها. وبالمناسبه احنا مش بنبني السكيل بنفسنا بشكل فعلي، احنا بنستخدم الاي اي تول علشان تبني لنا السكيل دي. بس اقصد انت لازم تتاكد ان هو بيسميها تسميه مفهومه ويكون ليها وصف مفهوم. طيب وبعد كده هو بالظبط بيكون اسلوب بنائها كالتالي: بتبقى شباك شباك بالشكل ده، او هاش هاش، وبتديله المهمه والطريقه، الخطوات بالترتيب، وامثله قبل وبعد، ولو في معلومات اضافيه بيحتاجها بتديها له. يعني لو في توكنز معينه، في يعني مثلا في سكيل انا عاملها بتروح تجيب لي افكار من المنافسين بتوعي، افكار محتوى، فبالتالي هو هنا واخد التوكن بتاع قناه اليوتيوب بتاعتي علشان يقدر ان هو يتحرك منها. فهنا في السكيل انا مديله بيانات معينه، مديله بيانات زياده، بس هي بكل بساطه العناصر الاساسيه بتاعتها، المهمه اللي هو هيعملها والطريقه. مثلا انت لازم تعمل صوره مصغره والاسلوب بيكون اكس واي زد، بالهويه والالوان كذا كذا كذا. الخطوات بالترتيب: اول حاجه ان انت تفهم الفكره بتاعت الصوره المصغره، الثانيه ان انت تكتب البرومبت بشكل معين، الثالثه ان انت تجنريت الصوره بشكل فعلي. امثله قبل وبعد: ممكن هنا تديله صور او فولدر، تديله مسار لفولدر معين يقدر ان هو يروح ويشوفه ويشوف امثله اتعملت قبل كده. طيب بالنسبه لي انا عندي سكيلز بستخدمها بشكل شبه يومي. اول حاجه فكره البرزنتيشن اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي هي سكيل انا بنيها. السكيل دي انا علمته فيها ان هو يبني برزنتيشنز بشكل معين، بشكل بصري. انا ما كنتش حابب فكره البرزنتيشنز التقليديه اللي انت بتوريها للناس وتقعد تقرا كلام اكنك بلوك بلوك بلوك، لكن فكره البرزنتيشن البصري فدي سكيل انا بنيها بشكل فعلي. وده فيديو تاني هنعمله بالمناسبه، ناس كتيره كلمتني عليه. لو انت متحمس للفيديو ده او مهتم يا ريت تعرفني في الكومنتات عشان تشجعني ان انا اعمل الفيديو ده. الحاجه التانيه هي الفيديوهات، وهوريكم دلوقتي حالا نموذج لفيديوهات انا بنيتها بكلود، وهتشوف ازاي ان الفيديوهات في تناسق رهيب ما بينها، اللي هو انت لو شفت فيديو منها هتعرف ان نفس الشخص هو اللي عامل الفيديوهات التانية. لو رحنا هنا على الفيديوهات اللي انتوا شايفينها دي، الفيديوهات دي هي معموله بكلود. الفيديو ده، الفيديو ده زي ما انتم شايفين هنا فيديو بيبقى هدفه ان هو يوصل طريقه واسلوب معين. انا بحب ان انا اشرح الفكره اكتر من ان احنا نعملها علشان تبقى فاهمها، علشان تقدر تطبقها بشكل سليم. تطبيق السكيل وان انت تبنيها سهل لان انت بتستخدم فيه الاي اي، بس انا حابب اديك الطريقه والاسلوب بشكل مظبوط. زي ما انت شايف هنا انا ليا اسلوب في بناء الفيديوهات. اول حاجه انا دايما بعتمد في الهويه بتاعت سنتكس اكاديمي او الهويه بتاعتي على فكره الخطوط الرفيعه دي. فهنا موبايل بيتبني، وبرضو انا بعتمد على فكره ان المشهد يكون مختلف، ما تحسش ان هو مشهد حاجه غريبه بتحصل. يعني فكره الاي ايز الصغيره دي او الكلودز الصغيره دي، الحاجات اللي زي كده. فالفيديوهات ليها نفس الاسلوب، متصممه بنفس الهويه بنفس الطريقه بالظبط، وان كان المشاهد نفسها مختلفه. دي الفكره بكل بساطه. حاجه كمان هي السكيل بتاعه السكيورتي، ودي انا بنيتها الكورس اي اي فور بيلدرز، لان الكورس ده بعلم فيه الناس ازاي ان هم يبنوا انظمه. فالناس دايما عندها او متخوفه من ان هم يبنوا انظمه بالاي اي وفي الاخر يلاقوا ان في مشاكل في السكيورتي. فانا عملت السكيل دي هدفها ان هي تراجع الكود، تتاكد ان ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش ثغرات، وفي نفس الوقت تحل المشاكل دي لو لقيت ثغرات او مشاكل حقيقيه. فدي الفكره بكل بساطه. السكيل هي خطوات معينه بتمشي عليها لحد ما تقدر انت توصل لنتيجه معينه. هنا فكره الامان، هنا فكره الفيديو، وفكره البرزنتيشن كمان. طيب بشكل عملي ازاي ان انت تعمل السكيل؟ لو رحنا هنا على كلود، وبالمناسبه اي سكيل بتبنيها في مكان انت تقدر تستخدمها في اي مكان تاني بدون اي مشكله. يعني بنيتها في كلود، في كيمي، في كودكس، في اي مكان كلهم بيقدروا ان هم يستخدموا السكيلز دي. هنلاقي هنا في الكاستمايز بالشكل ده، هنلاقي فكره السكيلز. يعني عندي مثلا سينتاكس كورس بيلدر، سينتاكس سكيورتي، سينتاكس انفويس، برومو بيلدر، كل الكلام ده. فالفكره ببساطه ان انت هنا بتعمل ابلود لسكيل او رايت سكيل او كرييت ويز كلود. فاحنا هنروح على كرييت ويز كلود، فهقول له حتى ممكن ان انا اقول له بالعربي، بس هنا انا هستخدم نطق، ونطقه دي هكلمكم عنها في فيديوهات جايه او هتشوفوا فيديوهات ليها قريب جدا. الفكره منها ان انا بدل ما اقعد اكتب مع كلود فانا بتكلم مع نطق بالشكل ده. هقول له التالي: بص انا عايز ابني سكيل. السكيل دي هدفها ان انا قبل ما ارفع اي موقع او اي ملفات على الجيت هاب او اي سيرفر يتاكدني ان مفيش اي بيانات حساسه اطلاقا في الملفات بتاعتي، يتاكد لي، ولو في بيانات حساسه يتاكد ان هي مش هتترفع، وبعد كده يعرفني الملفات اللي كانت موجوده وكانت هترفع وكان فيها بيانات حساسه. كده انا خلصت كلام. دي الفكره من نطق بكل بساطه، وهتشوفوه قريب. طبعا هو شكله اتحسن عن كده وطورنا فيه عن كده، فهتشوفوه قريب وهنطرحه ان شاء الله بشكل مجاني. فكره ان هو بيساعدك ان انت تتكلم مع الاي اي تولز زي كده من غير ما تقعد تكتب. فاللي هو هيعمله ان هو هيحمل لودد سكيل كرييتور. يعني هيروح يقرا السكيل
اللي هي انثروبيك عاملاها، اللي هي السكيل دي اسمها سكيل كريتور ديسكريبشن كرييت نيو سكيلز. هو بيقول له هنا ان انت لما تيجي تعمل سكيل جديده دور على السكيل دي علشان تفهم ازاي تعمل السكيل. هنا بيحط التعليمات بالشكل ده، بيحط هنا ايه اللي هو المفروض يعمله، ازاي ان هو يكتب الكلام ده كله. فالفكره بكل بساطه ان هو بيقرا السكيل اللي انثروبيك عاملاها علشان يقدر يعرف ازاي ان هو يعمل سكيل. الفكره ان هو خد باله ان انا عندي سنتاكس سكيورتي سكيل، وهي دي نفسها بتراجع الكود وبتلاقي الثغرات وبتتاكد ان مفيش معلومات بترفع على الجيت. فهنا في تعارض. انا هقول له ان انا بعمل سكيل جديده للتجربة، فاعملها بس وما تسجلهاش عندك. فأنا هقوله بالشكل ده علشان بس نتخطى الموضوع ده ونكمل بعدها إن شاء الله. طيب احنا كده عملنا السكيل اللي احنا المفروض نبنيها. حابب بس انبه ان انا هنا مش بعلمك ازاي تعمل السكيل دي، انا بوريك الاسلوب والطريقة. فالمفروض ان انت تلاقي الحاجة المقررة عندك اللي انت دايما بتروح مع الاي اي فيها لاكتر من خطوة علشان توصل للنتيجة دي، وتبدأ ان انت تحولها لسكيل علشان تستفيد من فكرة السكيلز بشكل فعلي. طيب هو هنا حاطط له التعليمات ان هو يدور على حاجات معينة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اللي انا هعمله ان انا هعمل داونلود از سكيل بالشكل ده واسجلها عندي على الجهاز، واروح استخدم كلود على الجهاز اجرب ان انا ارفع موقع حاطط فيه بيانات وهميه بس باين ان هي واقعيه، توكنز بقى او اي بي ايز ومش عارف ايه. فهجرب ان انا ارفع هقول له استخدم السكيل دي وارفع لي الملفات على الجيت هاب. هشوف هو هيقول ايه. لو رحنا هنا على المشروع اللي انا فاتحه ده، هو مشروع وهمي، لو فتحناه هنا هنلاقي ان هو مشروع وهمي، لكن المهم فيه هو ملف الانف اللي عندنا ده. ليه بقى؟ الملف ده فيه اوبن اي اي توكن، جوجل كلاود، جوجل اوث، كل الكلام ده طبعا وهمي مش حقيقي، كله جنريتد بالاي اي. فاللي انا هعمله ان انا هاجي هنا وهقول له ان احنا هنشتغل على الفولدر ده. هقول له جهز لي الفولدرات دي علشان نرفعها على السيرفر، بس قبلها هقول له بعت لك سكيل افهمها كويس. الفكره ببساطه ان انا المفروض ان انا بعلمه الخطوات، يعني بعلمه ان هو يدور على اي انف فايل، لان الانف ده معروف ان هو مش بيترفع على جيت هاب. اي حاجه تبان ان هي توكن او ليها علاقه بالاي بي اي، يعني زي اي بي اي كي، زي كلاينت اي دي، كلاينت سيكريت، اي حاجه زي سترايب اللي هي فيها بيمنتس. فالمفروض ان انت بتعرفه الخطوات دي. طبعا انت ممكن تعمل بقى برومت محكم ان هو يروح يدور على الحاجات دي، ويروح يدور تلاقي حاجات تانية تديله برومت تاني، لكن الهدف ان هي ده هياخد منك اكتر من خطوات. فانت بالاسلوب ده بتتاكد ان انت علمته سكيل معينه تقدر تستخدمها بشكل دايم. وهي الحقيقه ما بتشتغلش بالاسلوب ده. المفروض السكيل بتكون مسجله عندك، فهتقول له روح روح استخدم. فلو عملت سلاش بالشكل ده تقدر ان انت تسيرش وتوصل لل السكيل اللي انت عايزها. طيب اللي هو طبعا لقاه ان مفيش دوت اجنور او جيت اجنور فايل اللي هو المفروض بيكون فيه الملفات اللي احنا ما نرفعهاش، فطبعا طلع بلاوي، وده طبيعي. يعني هو زي ما انتم شايفين طلع كل البلاوي دي. فالصح ان انا كمان اخليه اروح بقى الخطوه ابعد، ان انا اقول له لازم ان انت تعمل كمان دوت اجنور فايل. فالمفروض ان انا اخليه يعمل دوت اجنور فايل ده بحيث ان هو يكون جاهز ان انا لما اجي ارفع يتاكد ان هو مش هيرفع الملفات دي. فدي الفكره بكل بساطه. انا هنا مجرد بوريك الفكره، بوريك الموضوع بيتعمل ازاي وبتستخدمه ازاي. ان انت يا اما تديله السكيل نفسها اللي انت بنيتها تديها له بشكل مباشر، يا اما ان انت تسجلها عندك، تروح هنا في الكاستمايز بالشكل ده وتعمل اد وتعمل ابلود سكيل وترفع السكيل دي. فالسكيل دي هتكون عندك بشكل عام على كلود، تقدر ان انت تستخدمها، يا اما ان انت يكون معاك الملفات بتاعت السكيل نفسها تقدر ان انت تستخدمها. طيب نرجع تاني للسلايد بتاعنا. كده احنا عملنا الفكره اللي هو يتاكد ان مفيش اي بي اي كيز في الفرونت، مفيش ريت ليميت، صلاحيات قاعده البيانات مش مفتوحه، الكلام ده كله. وجربناها مع بعض. انا حابب بقى ان انا اقول لكم ان فكره السكيلز على قد ما هي عبقريه وعلى اي قد ما هي مفيده جدا، وزي ما قلت لك ان هي ساعدتني ان انا ابني فيديوهات، ان انا ابني برزنتيشنز بالشكل اللي انتم شايفينه ده، اللي هو شكل مميز جدا مش شبه اي حد تاني. فانت بتضيف البصمه بتاعتك. وكمان ان انا ابني سكيورتي، سنتاكس سكيورتي، اللي هي بتساعدك ان انت لو عندك نظام الكتروني او بنيت حاجه كفايب كودنج بتساعدك ان انت تطلع الثغرات اللي فيه وتحلها. فعلى قد ما الفكره عبقريه على قد ما في ليفل تاني من التعامل مع الاي اي، وهو فكره اي اي اوبريتنج سيستم. ان انت تبني نظام كامل. النهارده انت عندك سكيل، تخيل لو انت عندك 20 سكيل متوصلين مع بعض بيشتغلوا مع بعض، ايه اللي انت هتعمله؟ انت هيبقى عندك سيستم متكامل. وانا شخصيا باني سيستم من السيستمز دي موفر عليا بشكل رهيب، وعايز اقول لك ان انت تدمجه على المستوى الشخصي او على مستوى البيزنس بيديك
يعني عايز اقول ميزه تنافسيه بشكل قوي جدا. انا عامل AI اوبريتنج سيستم هنتكلم عنه فيديو تاني ان شاء الله، بس دي الفكره اللي انا حبيت ان انا احمسك ليها واتكلم عنها. لو انت فهمت ازاي تعمل سكيل بشكل كويس، عندك مهمه مقرره عرفت تعملها سكيل، فالمستوى او الليفل التاني ان انت تعمل AI اوبريتنج سيستم. ده كان فيديو النهارده من قناه سنتكس. دايما بنهي الفيديوهات بالاسلوب ده لان انا الحقيقه ما عنديش حاجه تانية اقولها غير كده. فقول لي رايك في الكومنتات، لو انت عملت سكيل قبل كده او جات لك فكره لسكيل تعملها شاركنا علشان نستفيد من بعض، يمكن اخد منك فكره زي ما شاركت لك الافكار اللي انا عملتها. ويا رب الفيديو كان مفيد وقدرت ان انا اوصل فكره السكيل بشكل مظبوط، لان هي الحقيقه فكره مفيده وقويه جدا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.